ايه اللي ممكن يخلي نوع بن احسن من التاني، وايه السبب اللي ممكن يخليك انت تحب نوع عن التاني. كل حاجه بتبدا من الحبايه دي، في عوامل كتير بتاثر عليها، زي عامل التربه اللي هي مزروعه فيه، ممكن تبقى على ارتفاع عالي، ممكن تبقى على ارتفاع متوسط، وكمان الامطار، كل ده بيأثر في الطعم. وحتى جوه نفس البلد منطقتين جنب بعض ممكن يطلعوا بن باطعمه مختلفه، وده هتلاقيه واضح في البن البرازيلي بتاعنا. احنا عندنا 5 انواع بن برازيلي ومفيش ولا واحد فيهم شبه التاني. تاني حاجه بقى وهي التحميص، يعني مثلا لو بتحب تشرب قهوتك تركي فتقدر تحمصها ب3 درجات مختلفه، فاتح ووسط وغامق. اما بقى لو بتحبها اسبريسو فدرجه التحميص المناسبه علشان تضمن لك طعم حلو هي المتوسط. اما لو بتحب تشربها فلتر فاحسن تحميصه ليك هي اول درجات الوسط، وده علشان تحس احسن بالنوتس بتاعت القهوه. ثالث حاجه هي الطحنه، ودي اتكلمنا عنها في فيديو لوحده، هسيب لكم اللينك بتاعه في اول كومنت. ورابع حاجه انت ممكن تكون مش فاكرها مهمه قوي بس هي مهمه جدا، وهي طريقه عملك للقهوه نفسها. وزي ما بيقولوا كل شيخ وليه طريقه، كل واحد برده ليه الطعم اللي هو بيحبه. يعني مثلا لو انت بتشرب قهوه تركي فممكن عدد مرات تقليبك للقهوه يفرق معاك في القوام والوش. اما بقى لو بتشرب اسبريسو فعدد الثواني اللي الشوت بينزل فيها هتفرق معاك كتير قوي في الطعم. واستنوا مننا الفتره الجايه فيديوهات اكتر هنتكلم فيها عن الطرق والريسيبيز اللي ممكن تعملوا بيها القهوه اللي انتوا بتحبوها. ولو حابين تجربوا بن ناظم ادخلوا على الويب سايت واختاروا النوع المناسب لذوقكم.